قبل ما تشتري جزمة الجري بتاعتك لازم تعرف ايه الفرق بين التلات انواع من الجزم دول التلاتة جزم جري، والتلاتة هيكونوا مفيدين ليك، بس كل واحدة فيهم هتبقى مفيدة في المجال بتاعها. اول حاجة دي نايكي بيجاسوس 40. دي جزمة رود، غير ان شكلها روش. جزمة الرود بيبقى فيها خصائص معينة، ان هي بيبقى الكوشن بتاعها هنا عالي، وده بيخلي رجلك مريحة، بيبقى هنا فيه امتصاص للصدمات. من تحت بيبقى فيها تراكشن، ان هي تمسك في الارض الاسفلتية، بيبقى فيها خطوط زي دي علشان المية لما تجري على ارض مبلولة ما تتزحلقش فالمية تعدي من هنا. بيجاسوس من اقوى الانواع، بيجاسوس 40 من اقوى الانواع بتاعت الجزم الجري النايكي. دي الحاجه بنسميها ديلي رانر، يعني انت بتجري بيها، بتتمرن بيها كل يوم، بتروح بيها التراك، بتروح بيها النادي، بتروح بيها الجيم، او حتى بتجري بيها في سباقات معاك 10 كيلو 5 كيلو اب تو هاف ماراثون فول ماراثون عادي جدا. طبعا زي ما انت شايف هنا دي منحوله من عندي من كتر الجري. الجزمه دي بقى لها 1000 كيلو معايا دلوقتي، انا جريت بيها 1000 كيلو لحد النهارده خلال سنتين. هتشوف برضو ان هنا في فرق، ان هي خلاص ابتدت تتاكل، فانا كده شايف من هنا برضو، فانا كده محتاج اغير الجزمه دي. غير بس ان هي بقى لها 1000، يعني انا هطلع من البيجاسوس هشتري البيجاسوس اللي بعدها على طول. انا على طول بشتري البيجاسوس من اول بيجاسوس 30. طيب يبقى من مواصفات جزم الجري إيه؟ ان فيها كوشن عالي، ان من هنا بريذابل، بتلاقي الهواء بيخش من هنا علشان يبرد على رجلك. الرباط بتاعها تمام، بيبقى شكلها روش. هنا دي الانكل اكستنشن، الهيل اكستنشن الجديد اللي اكتشفته نايكي، عملت عليه دراسات وهي معاها براءة الاختراع ده. جزمة الرود بتتني عادي جدا، طرية وخفيفة وبريدبل. في واحدة معانا هنا هوكا سبيك جود 5، المعزة السريعة 5. دي من الجزم اللي احنا بنسميها روتو تريل او انتري للتريل، لان جزمة زي دي تقدر تجري بيها على الرود عادي جدا وتمشي معاك في التريل. هي مش احسن حاجة تريل ولا احسن حاجة رود، بس انت لو عايز واحدة جزمة تمشي معاك الاتنين، هوكا سبيك جود دي من احسن الاوبشنز اللي هتبقى موجودة معاك. طيب تعالى نشوف خصائصها ايه. اول حاجة عشان هي تريل، فهتلاقي فيها البزابيز دي اعلى من البزابيز بتاعة الرود. يعني بص هنا في الرود، شوف دي قد ايه وشوف دي قد ايه، شوف دي قد ايه ودي قد ايه. دي اقوى بكتير، البزابيز بتاعة التريل هنا اقوى بكتير. في نفس الوقت هتلاقي الكوشن بتاعها تقريبا زي الكوشن هنا اللي معانا، الكوشن ده والكوشن ده حلو. الهيل دروب زي بعض تقريبا علشان هي روتو تريل، فهي تمشي معاك رود علشان فيها كوشن، وتمشي معاك تريل علشان فيها تراكشن من هنا. برضو الهوكة دي انا عاملة معايا حوالي 700 كيلو، فعشان كده هتلاقيها تعبانة شوية. حلو. بريدابل مش خفيفة، من هنا الهواء بيخش عندك من هنا، تلاقي اللسان بتاعها عادي جدا. فهي جزمة رود، لكن ينفع تجري بيها تريل. حلو. لا سبورتيفا دي بقى جزمة تريل دي ما بتهزرش. طبعا الجزم كلها متوسخة علشان يعني انا اكيد بجري بيهم، وجزم التريل مهما غسلتها ما بتنضفش، لكن دي لا سبورتيفا جزمة تريل عنيفة جدا. بص بقى معايا، شايف التراكشن عامل ازاي؟ شايف؟ دي جزمة جبال بجد. دي جزمة تاكل معاك في تراب، في صخر، في طينة، في بحار، في انهار، في اي حاجة. لكن هتلاقي هنا كوشن ما فيهاش. شايف؟ ناشفة. دي ما فيهاش اي كوشن. بص تيجي تدوس كده مفيش حاجة. من هنا فيها، شايف؟ بتحميك من هنا، ناشفة علشان تحمي رجلك من الصخور. حلو. من هنا ناشفة علشان تشد تقفش على رجلك. بص من تحت عاملة ازاي، ناشفة يا معلم. فانت دي تنزل بيها تجري تريل عادي جدا، هتتبسط قوي في اي سباق هتنزله. لكن لو هتنزل بيها رود هتتضايق جدا. التراكشن بتاع السبورتيفا قصاد التراكشن بتاع السبيك جود، شايف الفرق؟ شايف هنا التراكشن ده عامل ازاي وده عامل ازاي؟ شايف؟ قد صباعي، وهنا ولا حاجة. طب تعالى نحطهم جنب بعض كده، شايف فرق التراكشن ما بين التلاتة عامل ازاي؟ طيب شايف فرق الكوشن ما بين التلاتة عامل ازاي؟ طيب شايف فرق المش ما بين التلاتة عامل ازاي؟
رود رانينج، رود تو تريل، تريل رانينج.